تخيل تبقى أقوى راجل في العالم. كل الناس بتهتف باسمك، جيوشك مش بتتهزم، وقراراتك بتغير مصير الملايين. ومع كده تموت مطعون، مش من أعدائك لكن من أقرب صاحب ليك. دي مش حكاية خيالية، دي القصة الحقيقية لمقتل يوليوس قيصر، القائد اللي غير مجرى التاريخ واللي موته فتح باب لأكبر إمبراطورية في العالم القديم. يوليوس قيصر اتولد في عائلة أرستقراطية، مش أغنى ناس في روما لكن عندهم نسب مهم. من صغره كان عنده طموح غير طبيعي، كان عايز يبقى حاجة كبيرة مش مجرد سياسي عادي. ورغم إن بدايات كانت صعبة قدر يدخل الجيش ويثبت نفسه كقائد شجاع. الناس بدأت تلاحظ إن الراجل ده راجل مختلف وعقله في حتة تانية خالص. مع مرور السنين قيصر بقى سياسي ذكي، عرف يلعب لعبة التحالفات. اتحالف مع بومبي وكراسوس في اللي اتسمى الحلف الثلاثي الأول. التحالف ده خلاه ياخد منصب القنصل وبعدها تحين حاكم على بلاد الغال. وهنا بدأ المجد الحقيقي. تخيل قائد عسكري يقضي 8 سنين بيحارب قبائل شرسة في أوروبا الغربية وبيفوز في معارك واحدة ورا التانية. قيصر كتب بنفسه عن الحروب دي في كتاباته المشهورة تعليقات على حرب الغال، وده خلى الشعب الروماني يشوفه كأنه بطل أسطوري. غنائم وانتصارات وأرض جديدة لروما، كل ده رفع شعبيته للسماء. بس هنا بدأت المشاكل. بومبي حليفه القديم حس بالغيرة. مجلس الشيوخ بدأ يخاف إن قيصر شعبيته تزيد لدرجة إنه يسيطر على روما كلها. طلبوا منه يسيب جيشه ويرجع لوحده، بس قيصر كان عارف إن ده فخ. لو رجع من غير جيشه هيتحاكم وهيتسجن. فقرر يعمل اللي محدش يتوقعه. عبر نهر الروبيكون بجيوشه وقال جملته الشهيرة: النرد رومية، يعني مفيش رجوع. روما دخلت في حرب أهلية، قيصر ضد بومبي ومجلس الشيوخ. المعارك انتهت بانتصار طبعا القائد يوليوس قيصر، وهرب بومبي لمصر وهناك اتقتل. قيصر رجع روما مش كقائد عسكري بس، لكن كحاكم مطلق تقريبا. الشعب كان بيهتف باسمه والكل شايف ان هو المنقذ. يوليوس قيصر بقى ديكتاتور مدى الحياة وبدأ يعمل إصلاحات كبيرة. أعاد تنظيم الجيش، وزع أراضي على الجنود، عدل في التقويم وخلى السنة تبقى 365 يوم، اللي هو التقويم اليولياني اللي العالم كله تقريبا ماشي عليه لحد النهاردة. لكن النجاح ده خلاه في نظر السياسيين خطر على الجمهورية الرومانية. مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ اتجمعوا، من ما بينهم بروتوس اللي كان قيصر شايفه زي ابنه وبيعامله معاملة مختلفة وبيميزه، وكاسيوس. قالوا الاتنين دولت قالوا لو الراجل ده كمل الجمهورية هتتحول لملكية واحنا هنخسر كل نفوذنا. فقرروا ان هم يخلصوا منه. الخطة كانت كالآتي: ان هم يستدرجوه لمجلس الشيوخ ويقتلوه هناك قدام الكل عشان يبان ان هم بينقذوا الجمهورية الرومانية. يوم الاغتيال اللي كان يوم 15 مارس سنة 44 قبل الميلاد، العرافين حذروا قيصر من اليوم ده وقالوا له احذر من نص مارس، لكن هو ضحك وقال الخوف مش من طبعي. دخل المجلس يوليوس قيصر وهو مطمن وحواليه الناس المتآمرين اللي كان فاكرهم صحابه. أول ما قعد واحد شده من رداءه، قيصر بص مستغرب. فجأة لقى أول طعنة سكينة جاتله. بدأ يقاوم لكن كل متآمر دخل بسكينته، أكتر من 20 طعنة في جسمه. وفي اللحظة اللي شاف فيها بروتوس واقف بالسكينة، ساعتها قال جملته الأخيرة والشهيرة اللي بتدل على الخذلان: حتى أنت يا بروتوس. ووقع غرقان في دمه قدام عيون مجلس الشيوخ كله. المتآمرين كانوا فاكرين إن هم كده أنقذوا الجمهورية، لكن اللي حصل كان عكس كده تماما. روما انفجرت، الشعب غضب، وخرج الآلاف في جنازة قيصر. مارك أنطونيو صديقه القائد ألقى خطبة نارية قدام الناس، فضح المتآمرين وأشعل قلوب الجماهير. الناس هجمت بيوت المتآمرين وبدأت حروب أهلية جديدة. في وسط الفوضى ديت طلع شاب صغير اسمه أكتافيوس، الوريث الشرعي لقيصر. اتحالف مع مارك أنطونيو وبعدها غدر بيه واستولى على الحكم، وأعلن نفسه الإمبراطور أغسطس، أول إمبراطور رسمي لروما. ومن اللحظة دي انتهت الجمهورية الرومانية وبدأ عصر الإمبراطورية اللي هتحكم العالم لقرون طويلة.
موت قيصر ما كانش مجرد حادثة اغتيال، ده كان نقطة تحول في تاريخ البشرية. الراجل اللي انتصر في كل معاركه وقع بسبب خيانة أقرب الناس ليه، واللي كانوا فاكرين إنهم أنقذوا الجمهورية هم نفسهم اللي قضوا على الجمهورية، بمبدأ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ودي كانت حكاية أقوى قائد في زمانه، اللي كلماته وأفعاله لسه مأثرة فينا لحد النهاردة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، واستنوا قصص مختصرة وجميلة جدا الفترة اللي جاية.